السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هنعمل مع بعض تحلية سهلة وسريعة وباردة ترطب على قلوبنا في الحر ده. بصراحة الجو حر جدا، محتاجين حاجة ساقعة كده وترطب كده على قلوبنا. والمقادير بتاعتها سهلة جدا وموجودة، والأطفال بتحبها جدا. يلا بينا بسرعة نخش على المقادير ونشوف هنعملها ازاي. اول حاجة معايا هنا 3 كوبايات لبن في الخلاط. هحط عليهم كوباية من السكر او حسب الرغبة، وهحط عليهم صباعين من الموز، وهضرب كده بالخلاط بكل سهولة كده بالشكل ده. وبعد ما هضربهم في اي حاجة موجودة عندك هنفضي الخليط اللي احنا ضربناه بالخلاط بالشكل ده كده. وبعدين هحط عليهم 3 معالق كبار من النشا اهو. وبعدين هبتدي ان انا اضربهم بالمضرب كده قبل ما احطهم على النار بالشكل ده، لحد لما النشا يدوب تماما. هحطهم كده على النار، واول لما تبتدي تتقل معايا كده هروح على طول شايلاها من على النار بالشكل ده كده. وبعدين هتجيب الطبق بتاعتك كده وتفضي فيها مهلبية الموز اللي احنا عملناها دي. ممكن قوي تعملي مهلبية بالفراولة زي بالظبط زي الطريقة دي بالظبط كده في الخلاط برضو، بس هتكون عايزة بعد ما تضربيها في الخلاط تصفيها من البذور اللي فيها، وبعدين تعمليها بالشكل اللي انا عملته ده. هجيب كده باكو من الجلي، هحط كده كوباية من المية المغلية وكوباية من المية الساقعة، وهدوبهم كويس مع بعض كده. ادوب كده كويس لحد ما اتاكد ان الجلي اللي انا حطيته ده داب تماما اهو بالشكل ده كده. وبعدين انا دلوقتي حطيت المهلبية اللي انا عملتها دي في التلاجة، وبعدين هفضي عليها الجلي اللي انا عملته ده بالشكل ده. هفضي كده كمية الجلي كلها بالشكل ده كده. وبعدين هبتدي ان انا ازينها بالقطع كده من الموز بالشكل ده كده. طبعا مهلبية الموز بتبقى طعمها حلو قوي، والاطفال الصغيرين بيحبوها جدا. وزي ما انا قلتلك ممكن لو بتحبوش مهلبية الموز ممكن تعملوها بالفراولة. طبعا الموجود عندك وحابة تزيني بيه زيني بيه اي حاجة. ست البيت مش بتغلب، بتفكر وبتفتكس كل حاجة بشطارتها. زي ما انتوا شايفين كده، شايفين الجمال. بعد ما حطيتها ساعتين في التلاجة طلعت بالشكل ده كده، جميلة جدا، والاطفال بتحبها وتموت فيها اهو. شايفين الجمال. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.